يا صباح الخير والفل والورد والياسمين. الفيديو ده من احب واقرب الفيديوهات لقلبي. قلت اشارككم معايا. تتفرجوا معايا على مدينتي وعلى مكاني اللي اتربيت فيه وعلى كل حاجة حلوة فيه. المدينة دي انا بحبها جدا جدا جدا. آه، اول و اول حاجة شفتها واول حاجة اتربيت فيها واول حاجة عشت فيها طفولتي. آه، من احب الاماكن لقلبي بجد. ف فربنا ما يبعد اي حد عن بلده ابدا، اللهم امين يا رب. حبيت اشارككم معايا المناظر الطبيعيه. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله كان يعني ايام طفولتي انا كان في مناظر اللي هو جناين كتير يعني. بس دلوقتي هو في برضو جناين بس مش كتير زي الاول. بقوا يعني خدوا جزء منها كبير شوية، خلوا يعني بقوا اماكن بقى ترفيهية وكده يعني. تمام. عايزة اقول لكم ان دي اعظم مدينة بالنسبة لي في العالم. راحة نفسية. آه، لو كنت بعيد عنها ولما اجي اروح لها الصراحة يعني ببقى فرحانة جدا. عارفين لما حد بيبقى في مكان مثلا مش حابه، ويجي بقى المكان اللي هو اتربى فيه طفولته وحياته ودراسته وكل حاجة وصحابه وكل حاجة، حياته كلها كانت في المكان ده. فعارفين اللي بترد فيه الروح كده، هو كده نفس المكان ده. فأنا بحب المكان ده جدا جدا جدا. حبيت ان انا اشارككم كده فيديو قصير لمدينتي الحلوة. ربنا يحفظ ربنا يحفظ اهلها ويحفظ الجميع، اللهم امين يا رب. دي كانت اكله سريعه انا عملتها. كانت اول يوم العيد، عملت لحمه مسلوقه في شوربه كده. قلت المره دي هعملها في شوربه، مش هحطها في الخضار، بتبقى طعمها حلوه جدا الصراحه. وكان بقالي كتير ما عملتهاش كده في الشوربه مسلوقه، فقلت خليها زي ما هي. وعملت معاها رز، وعملت معاها كوسه. وكان الحمد لله كان غدا يعني اول يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ربنا يعيدوا عليكم بالف خير يا رب. وعلى الامه الاسلاميه اللهم امين يا رب. حبيت اشارك معاكم مقتطفات كده من الحاجات اللي انا بحبها، الاكله مثلا اللي انا بحبها من المكان اللي انا بحبه. حبيت اشاركها معاكم لان انتوا اخواتي، وبحب دايما اشارك معاكم كل حاجه انا بحبها. فان شاء الله يا رب الفيديو يبقى خفيف عليكم ويعجبكم باذن الله، و... وما كنش تقيل عليكم في اي وقت من الاوقات. وعايزه اقول لكم حاجه، اوعى تنسوا اللايك. انا بزعل منكم، في ناس بتشوف الفيديو وتنسى اللايك. يعني اللايك اهم حاجه، هو اللي بيرفع الفيديو يا بنات. ف فضلا طبعا وليس امرا. عايزاكم لما تشوفوا الفيديو لحد الاخر، تشوفوا المشاهده بتاعت الفيديو لحد الاخر، تشاهدوه كله من اوله لاخره. تحطوا لايك جميل زي قلوبكم يا حبايب قلبي. بس هو ده كل اللي انا عايزاه منكم. آه، بس حبيت بقى ان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وبكده انا وريتكم بقى المكان اللي انا اتربيت فيه وعشت فيه وكل صحابي فيه. آه، يعني في ناس برضو سافرت بره مصر خالص. من صحابي، ربنا يوفقهم ويسعدهم يا رب. وفي ناس برضو في نفس المكان لسه زي ما هم، يعني اتجوزوا وقعدوا في نفس المكان. ربنا يسعدهم جميعا، اللهم امين يا رب. ويسعد كل اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني. هنا قلت اعمل فنجان قهوة. عملت فنجان قهوة كده على السريع، عشان يعني دماغي ما كانتش مظبوطة وعايزة قهوة ضروري جدا. فانا عملت قهوة. بحط لها بس نص معلقة سكر، ما بكترش يعني، ما بشربهاش زيادة الصراحة، بشربها مظبوطة يعني. وبحط البن وبحط المية عليها وبقلبها، وبسيبها بقى تغلي وبصبها على طول في الفنجان او الكوباية اللي انا هشرب فيها. يعني تغيير جو شوية، تغيير مزاج شوية، تغيير مشروب شوية. يعني انا مش دايما بشرب القهوة برضو، مش على طول، بس اوقات من وقت للتاني بيروح نفسي ليها فبعملها. انا يا جماعة من ضمن الناس اللي بيبقى نفسي في حاجة قوي،
لازم اجيبها او اعملها. لو حاجه تتجاب وتتعمل يعني لازم اجيبها واعملها مهما جبت ومهما عملت. يعني لو جبت حاجه بديله واقول خلاص ماشي انا يعني مثلا كان نفسي مثلا يعني في شيبسي. اصلا أنا عيله قوي بحب الشيبسي برضو يعني. لو نفسي في شيبسي وجبت شيبسي لا ما جبتش شيبسي، جبت مثلا ايس كريم وقلت خلاص انا هاكل ايس كريم وخلاص تمام، يعني الدنيا كانت حلوه وقتها. لو كلت الايس كريم لا هبقى عايزه الشيبسي برضو. فبلف بقعد الف حوالين نفسي واجيب اي حاجه بدايل، وفي الاخر بجيب الحاجه اللي انا كان نفسي فيها. ف مش عارفه انتوا زيي ولا ايه. بس انا من النوع دوت يعني الصراحه، لما بيبقى نفسي في حاجه هي دي اللي انا بعملها او بجيبها. ما بجيبش بدايل، البدايل ما بتنفعش معايا. الحمد لله يعني. هنا كنت صبيت بقى القهوه خلاص، الحمد لله طلعت بوشي عليا فنجان قهوه مش قادره اوصف لك. يعني ولا اجدعها قهوجي. عايزه اقول لكم ان انا ما بعرفش اعمل قهوه والله، بس بتطلع معايا حظ بالبركه كده يعني الحمد لله. بصوا هنا كنت فرحانه بقى بوريكم الوش بتاعها. ما شاء الله الوش بتاعها بقى كان مالك كوبايه كده وكان جميل، فقلت اوريه لكم بقى قبل ما يروح. فرحانه بقى يعني حاجه ما نجحت معايا الحمد لله. لا والله انا بعمل حاجات جميله والله يا جماعه، اللي انتوا شايفين على القناه انا بعمل ايه والله يعني. ده كان طبق ايه، كان طبق فاكهه. كان طبق فاكهه فيه تفاح وعنب. مش عارفه يعني ايه اللي جابه في الفيديو هنا، بس ما علينا يعني. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم بالف خير.